جابر أنا قلقان وماني رايق لك. سلامتك مدام حنان. الله يسلمك. قوموا انزلوا لعندي. لا معلش خلينا نروح على البيت. لك انو بيت هاد؟ خدها على المستشفى. لا مو محرزة، هلأ بنام شوي وبرتاح. لا ترد عليها. حاضر يا حضرة المحامي الكبير، روح هلا على شغلك. هلا المهم نطمن عليها. وانت لا تورط حالك مع هدول، خلي الامن الجنائي هو يشوف شغله. حاضر مثل ما بدك، بس لما توصلوا على المستشفى طمني. بس اهدي شوي وفهميني شو اللي صار. ليلى يا فؤاد، ليلى. انا بعرف وين ساكنه، نروح لعندها على البيت. لا ما في داعي. طيب احكي لك. عرضت عليه السلسال، عم تدور على أهلها. انت شو عملتي؟ حرق قلبي يا فؤاد، حرق قلبي. ليش ما اخذتيها بحضنك؟ ما فيني، شو عم تحكي؟ بخاف ترفضني. على القليل هيك عم اقدر احكي معه واطمن عليه. حرام عليكي، بنت عايشه لوحدها ما لها حدا. يلا ان شاء الله بنستعجل وبنلاقيه لنبيل. ان شاء الله مفكره حالك اذا لقينا نبيل رح تخلص القصه. يا ستي وقت نلاقي نبيل رح تبدا القصه عن جد. فؤاد بكل الاحوال لازم نلاقيه. انا اذا بضل هيك بموت بطق، ما عاد اقدر اتحمل. بس لو تردي علي، بس لو تردي علي. يا فؤاد صار لي 20 سنة بدي اثبت براءتي، ولازم اثبت براءتي. المهم هلا لوين بدنا نروح؟ وين بدنا نروح؟ على البيت. لا مو على البيت، خلينا نروح لعند هشام. هلا بهالوقت؟ شوفي حالتك. ما فيني شيء، هلا مو قلنا له للمسا؟ هلا صار المسا، خلينا نروح لعنده. حاضر حاضر، رح نروح. وجابر شو قصته؟ جابر منيح، لا تخافي عليه. بدي خاف يا فؤاد، شو قصته؟ يا ستي بلش بالتحقيق وعرف انه الرجال مقتول قتل، لا تخافي عليه. صار لازم روح. في ايه يا رجا؟ أنا تأخرت. يا بنتي ما احنا لسه قاعدين. ما بقدر أتأخر أكثر من هيك. طيب صار لازم نمشي نحن، رشا تأخرت. عن اذنك استاذ جودة. انت اذا ما عندك شيء عود. والله انا شخصيا ما عندي شيء، بس بدي اوصل الشباب طريقي. يلا عن اذنكم. بابا ممكن اوصلهم؟ طبعا، بس شوفي قبل ما تروحي الشباب المطبخ خلصوا ولا؟ اوكي. اهلا وسهلا فيكم. انا سعيد جدا انه بنتي انسجمت معكم بهالسرعه. معي ما في من عمو. يلا بينا. يلا تصبحوا على خير. يلا باي، على اذنكم. شرف. ايه استاذ عماد؟ الله يخليك. عماد، عماد وبس. عماد الساحر. عماد تاخذ كاس؟ اوكي. معي شو بكي؟ طولي بالك. ليش معصبة هيك؟ انا ما حبيتش اللي اسمه عماد الساحر بتاعكوا ده. عجيب، مع انه هو حبك كثير وقال انه شخصيتك كثير مميزة. انا عارفه طبعا ان شخصيتي مميزه، مش مستنياه يعني يقول عني كده. بعدين انا ما بحبش الناس اللي شايفه نفسها قوي كده، دي ايه ده؟ لا يا مايا، انت هيك عم تغلطي. عماد مو شايف حاله، بعدين عماد كبير وعمره قد عمرنا بمرتين.
لما هو عمره قد عمرنا مرتين. ايه اللي يخليه يعرف ناس في سننا بقى؟ عم بيقول انه عنده مشروع تغيير عقلية الشباب. ايه بسام، معايا منا وفينا. مشروع لتغيير عقلية الشباب؟ لا انا افهم الموضوع ده بقى. يعني مو هيك قصدها هي. عماد رجل ثقافة وعلم، وجاي عنده مشاريع ثقافية واجتماعية بده يساويها. هو فعلا مشروع ثقافي واجتماعي بيعمله في الديسكوتاك بالنهار. على كل حال هو بيحكي لك كل شيء، واكيد هلا بيكون عم بيحكي له لابوك. بابايا انا بابايا عمره ما يدخل في دماغه الكلام الفاضي ده طبعا. ايه بس كانوا منسجمين كتير. ما طبعا لازم ينسجموا من بعض، مش سنهم قريب من بعض. بس الواضح انه ابوك يحبه كثير. هم حرين بقى، انا مالي. صحيح معايا، ابوكي كربوج كتير. بنت اوعي تكوني حاطه عينيكي على بابايا. لا شو حط عيني عليه؟ إيه انا عيوني كلي لبستان حبيبي. ماشي. حمدي سكر الباب ونزل الغلق للنص، ما بدي حدا يفوتها. حاضر يا معلم. ايه سيدي، نبيل الصاحب طلع مو ميت. معقول؟ ايه معقول. الحادثة صارت يوم 28/1/1984 وهو طلع عن الحدود لبنان 29/3:30 فجرا. العمى والمسكينة ام جابر. يا لطيف يا لطيف. هلا اللي فات مات، خلينا بهلا. نحن لازم نلاقي نبيل. حقك، والحق ما بيزعل الا اولاد الحرام. اللي شو تذكرت؟ تذكرت شوكات، هذا كان رفيقه وكان يشتغل بمطعم، وقتها ودينا له دهان مضروب. عظيم. وين المطعم؟ قريب من هون، قريب كتير، اسمه اللمة الحلوة. إيه يلا فؤاد. وقت منلاقي نبيل بدنا اياك تتعرف عليه. الكل بيعرفوه. مين هالكل؟ ما في غيرك انت وحنان بيعرفوه. وابو الخير. تتذكر يوم اجيت سألتك عنه؟ لا والله ما بتذكر. وقت نلقطه لنبيل رح تشهد انه هذا هو؟ طبعا، وليش لحتى ما اشهد؟ طيب شكرا لتعاونك معنا، شكرا. ولو ام جابر، الله وكيلك انا كنت حالف يمين، يعني ما كان فيني ما احكي. بعرف. العمى، معقول يطلع نبيل عامل كل هالعمايل؟ الله يعطيه العافيه. يلا عن اذنك. ام جابر، امانه ما بدي حلفك، بتجيب الاولاد وبتزورينا بالبيت. خلينا نروح على البيت ونفكر شو بدنا نساوي. لا منروح على المطعم ونعرف كل شيء عن شوكت، بعدين منفكر كيف بدنا نتصرف. طيب ماشي، بس نتعشى هونيك. ها؟ يظهر هذا ما رح يجي. غريب. طيب هو ما أكد لك إنه بده يجي؟ يبدو غير رأيه. يلا ستي أحسن أريح لي، يومي كان حافل رح موت. يلا ضبي غراضي خليني وصلك. عن جد؟ لا أستاذ، قصدي ما بدي أعذبك. لا ولو ما فيها لا عذاب ولا شيء. يلا بسرعة بسرعة. يلا فورا. شو رايح؟ أهلين أستاذ، تأخرت كتير. ابني أخذ السيارة وتأخر. تفضل. لا معلش، أنا بدي أقول كلمة وأمشي. هون؟ معلش. أستاذ جابر، أنا موافق على الدفن. خلص عوضنا على الله، أنا ما عاد بدي شيء. خلي أخي يرتاح بتربته. إكرام الميت دفنه، مو هيك يا بنتي؟ بس يا أستاذ حامد، ابنك عم بيزعج موكلتي. ما عاد خليه يقرب عليها. وبكره الصبح يا ريت تكون موجود وقت بدي يرجع الكتب. لبكره الصبح بفرجاء الله. شو قصدك؟
قصدي انه يخلق الله ما لا تعلمون. لا اله الا الله. تصبحوا على خير. شو رايك؟ ما بعرف، بس هيك حسيته متلبك كتير ما؟ يظهر ابنه عامل له شي عمله لحتى مخليته يقلق لهالدرجه. استاذ، معقولة ابنه يكون هو اللي كل شي معقول، بس السؤال هو كيف بده يوصل لعمه اذا ولا بيتذكروا انه واحد اسمه شوكت اشتغل عنده؟ ليك الديكور كله غير شكل. يعني معقولة الدهان يضل 20 سنة؟ يلا خلينا نمشي. وعلى اساس بدنا نتعشى هون؟ معلش فؤاد مالي قدرانة. طيب مات. وراك ماضي حافل كتير، بس حاول تبلش بداية جديدة، مع انه الماضي القديم عزيز كتير بالنسبة لإلك. صح. ويبدو فرصة البداية عظيمة، بس كمان في حدا عم ينكش وراك. مين مثلا؟ لا، هيك مفوت بالتبصير. يعني أنا ممكن أعرف، بس مو كل الحكي بينحكى. مساء الخير. اهلين بابا. بونسوار على سماية. بابا انا طالعه انام، تصبح على خير. تصبح على خير بابا. يبدو إنه بنتك أهم شي بحياتك. لك شو بدك تنامي؟ لك شو هاد؟ ليه عم تبكي؟ حسيت كأنه ست حنان عرفت السلسال. يعني هي أمك؟ أكيد مو أمي، بس عرفتني. طيب شو قالت لك؟ ما قالت لي شي، بس تلبكت وتهربت. إيه بس أكيد ما عرفت شي وما دخلها بشي. أنا متأكدة. إيه بس لو كانت أمك كانت رمت حال عليك وما تركتك. عم بقول لك مو أمي، بس بتعرف، أكيد بتعرف. كلها بكتها من أول مرة شافتني فيها بتدل إنها بتعرف. بس بيجوز بتكرهني وبتكره أهلي. بالله شو؟ إيه، هي كانت بتعرفني بس كانت بدها تتأكد، واليوم تأكدت. هيفا أنا كتير خايفة. من شو خايفة؟ أكيد هي بتعرفني، ما قالت، معناتها بدها تعمل شي. على فكرة أنت كتير صار عم تحضري أفلام بوليسية. استهدي بالرحمن ونامي. الو. ايش شوكت؟ شو؟ طيب انا بخلص لك اياها وببعتها من الخارجيه، لازم التصديق. طيب خلص الله معك. هذا التليفون ما منيح، واضح انك مزعوج من الشخص اللي حكى معك. اسمه شوكت ما؟ على فكرة هذا احد الاشخاص اللي عم ينكشوا وراك. انت كيف؟ انا ما بعرف، هي اشراقات بتجي لحالها. يلا تصبح على خير. وانت من اهله. اخيرا ماشي. منين بتعرفي ده؟ لك شي نافذ. انا بصراحه بقى بكرهه ومش عارفه ايه اللي جابه معاهم. شبه ظريف بيسلي.
اوعى تكون صدقته. ان شاء الله مفكرتيني يا ابن اليوم. بحس انه بني ادم مش كويس. لك يا ستي المهم انه بيسلي، خاصة لما تفكر حاله انه بيعلم بالغيب. ان شاء الله انت ملتخمة فيه. انا ولا عبره طبعا. لا ما عبرتيه، ولا ما كنت كرهتيه. صباح الخير. صباح النور استاذ. شو استاذ ما رحت على المحكمة؟ مالي خلق روح لمحل. ومالك خلق تشرب قهوة كمان؟ بلا بشرب قهوة. يلا رح اعمل. هلين مدام؟ شو هالحكي هاد؟ ايه معلش مدام طولي بالك، هذا تحقيق عادي. طبعا من الجنائي دخلوا، شلون ما دخلوا؟ بلا مدام، بس ما وصلت لعندي. هي عادة بتروح لعند النائب العام مباشرة. ايه طبعا، أي جريمة. يا مدام، أنت مالك متهمة. بلا مزبوط، أنا المحامي تبعك. خلص رح روح معك. ايه هلا بلاقيكي على باب الأمن الجنائي. ماشي مدام، خاطرك. سقويتها حلوة لأنه الصبح. ما رح لحق اشربها، الست فادية ناطرتني على باب الأمن الجنائي. باي، ما بتأخر. أيوة. أي نعم، مكتب الأستاذ جابر. لا والله هلأ طلع. يعني الظهريات. تكرم. أستاذ جودة محمود. تكرم، بس يجي بخليه يتصل فيك. أهلا وسهلا. الو، لك يا شوكت. نايم ها؟ ايه صحصح. اسمع، انا حضرت الوكاله. ايه هلا شو بدك بالحكي الفاضي؟ الوكاله بتكون عندك يا بكره بعد بكره. ايه لك انت ما بدك تحل عني؟ لك هلا اسمعني ولا طولة سيرة. ايه سيدي، ما حترتاح مني لحتى اصير مثلك او انت تصير مثلي. شلون؟ لك شفت؟ معناها احسن شيء اني انا اصير مثلك. ايه بلبل، يرضالي عليك، بعت لي هالوكاله خلص لي اياها، ويعني اذا في قرشين. الو، عم تسكر بوشي. ماشي، راح تدفع، يعني راح تدفع. عارفين انا نفسي في ايه؟ نفسي اغير شكل لبسي. وليش بقى؟ انت كتير انيقه بلبسك. عارفه، بس يعني عادي. كيف يعني؟ يعني بلبس زي ما كل الناس بتلبس. انا عايزه البس حاجه مختلفه. كيف يعني حاجه مختلفه؟ يعني مثلا شفتي عماد الساحر بيلبس ازاي؟ مين عماد؟ نفسه. مالك يا هلا؟ ما في شيء، بس انا كل ما اسمع هالاسم بنزعج. انسي بقى، قصه قديمه وخلصتي منها. قصه ايه؟ انا عايزه اعرف الموضوع ده، احكولي دلوقتي. لا بلاها، هلا بتزعل. لا احكولي، احنا مش اصحاب؟ خلي هلا تحكي لك، نحن ما دخلنا. في ايه يا هلا بجد؟ مايا انا عن جد متضايقه من القصه، خلينا بسيره الاواعي. اوكي براحتك. اللي هتيجي معايا اشتري لبس هشتري لها زي. مين جاي معايا؟ انا. كلنا بنروح. عفوا سيادة المقدم، بس ممكن أعرف على أي أدلة استندتوا لتوجيه تهمة القتل لموكلتي السيدة فاتية؟ طول بالك أستاذ،
نحن ما واجهنا شيء، نحن عم نحقق. ايه بس طريقة استدعاء موكلتي كانت أشبه بالاعتقال. كيف بدك كان استدعيها لكان؟ بعتنا على صنعة بلاغة تجي على الفرع، شو ممكن نعمل غير هيك؟ ولا بدك كان نبعث لها سيارة ليموزين ومرافقة؟ إذا بتريد سيادة المقدم، يعني كان فيكم تزوروها بالبيت وتسألوها. زرناها وفتشنا البيت، وبناء على ذلك استدعيناها للتحقيق. منيح ما حطينا كلبشات بايديها وجبناها موجودا. وليش كل هاد؟ ليش انتوا لقيتوا دليل؟ ما لقينا شيء، والرجل تم قتله على مدى أكثر من 8 أشهر. شو الدليل بدنا نلاقي يعني؟ معناها ما لكم شغل مع موكلتي. طيب بدنا نوجه لها كم سؤال بس. ايه تفضل، خذ راحتك. افتح محضر. عندي دلوقتي ان انا الاقي اللون اللي انا عايزاه. والله ما عندي غير اللي على الواجهه، بس هذا شغل الست سميه غير شكل. بيت الست سميه؟ يعني ايه؟ يعني ممكن يلتقى عندهم الوان تانية وممكن يفصلوا لكم يلي بدكم اياه. طب كويس قوي، بس انا اوصل لهم ازاي؟ معي كرتون ضيق. انا ما رح اروح معكم. بلا غلاظه، جينا سوا بنروح سوا. لا انا صرت جنب بيتي ما بدي بعد. يلا باي. باي. بقول لك ايه، انت لازم تحكي لي النهارده على قصه عماد ده. ما في قصه، بس انا ما بطيقه. خلصنا هلا، بدك تحكي لها بقى. هي الكرت وان شاء الله بتوسوا فيكم. متشكره قوي. يلا بنات. مرحبا. اهلا وسهلا. الاستاذ جابر موجود؟ لا والله الاستاذ جابر مو هون. كيف بتقلي اخذ موعد؟ عمتي انا ما اخذت منه موعد، انا قلت له بنمر لعندك بس ما حددت له الساعه. وليش ما قلت لي؟ كنا جينا المساء. هلا مو مشكله. ايه هو المساء بيكون هون اكيد. سوزان، مثل ما اتفقنا بدبي. ليكني هي اجيت معكم مع اني لسه ما ضبيت الاغراض بالبيت. بس انا ما بامن الا فيكي. طيب ولا يهمك، مع اني مالي شايفه ابدا انه سامي اهوج او ما بيعرف يشتغل. لك هذا مجنون كمبيوتر، انا بدي زبط له شغل مثل عالم والخلق. ايه وكمان الكمبيوتر شغل. ايه بس ما بيجيب مصاري. ما بعرف شو بدي لك، بس خلص مثل ما بدك. على كل نحن هلا بنوصلك على البيت، والمسا بنمرق بناخذك ونحن رايحين. ايه فؤاد بعرفه منيح، هو اللي عملنا الديكورات هون كلياتها، وعلى فكرة مزوق كتير وفنان. ومرته؟ ما بعرفها، هو متزوجها من جديد، بس قال انه كانت مع حيان بالسجن لأكثر من 20 سنة. مساء الخير. اهلا وسهلا بالصبايا. اهلا وسهلا. حضرتك مدام سمية؟ ايه تفضلي، شو بقدر اخدمكم؟ ما بعرف شو كان صار فيني لولاك. لا ولو، هذا واجبي. وهلا شو رح يصير؟ هلا رح يتابعوا التحقيق، بس صار ممكن الدفن والجنازه والعزم. معقول يكون تسمم من الاكل او الدواء؟ لو كان هذا الشيء ممكن ما كان في داعي للتحقيق. طيب كيف بدهم يثبتوا الجريمه؟ الجريمه مثبته، الرجل مات بالسم، بس اثبات الجريمه على حدا هذا اللي رح ياخذ وقت. كأنه مستحيل. في كتير جرائم بتبين كامله، بس بعدين إلا ما يكون في ثغره نسيه المجرم بيوقع من خلالها. يعني ما في جريمه كامله؟ تماما. تفضل لوصلك. لا معلش، ما بيصير فوق ما عذبتك من الصبح. لا عندي انا هون مشوار قريب على المنطقه، لازم اروح. شكرا كثير. فكر فيها يا حنان، انا فهمان عليكي ومقدر مشاعرك، بس لازم تهدي شوي وتفكري.
يا حنان يا حبيبتي، انت عم تتسرعي وتتصرفي بدون تفكير. شو عم تحكي؟ أنا قضيت نص عمري بالسجن عم أفكر. كل شي فكرتي فيه ما نفع. ما في شي رح ينفعك غير انك تقولي لبنتك انك انت امها. هيك بتخلصي حالك وبتخلصيها من كل هالعذاب. بالعكس، هيك رح أعذبها أكتر. بعدين شو هالأم يلي بتشرف؟ قاتلة وسارقة وحارقة ومقضين نص عمرها بالسجن. كل الناس بتنسى، انت ليش ما عم تنسي؟ بدك يعني انسى أولادي؟ بالعكس، لا تتذكري غيرهم. جيبيهم لحضنك، عوضيهم عن كل شي انحرموا منك. حبيهم. هلا أنا ما بحبهم؟ حبيهم وهن عم يعرفوا. حنان انت عم تحبيهم من بعيد لبعيد، وهذا ما بكفي. هذا الحب بجيب العذاب إلك وإلهم. طبعا انت بتعرفي انه ما في ضروره تكوني عندنا ابدا هون مشان القياس. نحن بنيجي لعندك على البيت، بس اعطيني رقم تليفونك والعنوان. كويس قوي. وانا هديكي عنواني، وصحباتي هيبقوا يجوا عندي البيت يقيسوا هناك. كتير منيح. معناتها بكره بنعمل اول بروفا. انو ساعه بتحبوا؟ الصبح بنبقى في الجامعه. الظهر خليها بعد الظهر. طيب الساعه 6 المساء منيح؟ كويس قوي. الساعه 6 حلو. اوكي، ميرسي ليكي قوي. باي باي. ليلى تعالي شوي. شوفي يا حبيبتي، هدول الصبايا وعدتهم بكره المساء اول بروفا لهم، لازم تلحقوا. ها طيب مدام، ان شاء الله بنلحق. صحيح انت ليش سالتيني عن فؤاد ومرته؟ ولا شي مدام، هيك فضول يعني. معناتها مرة تانية حاولي تقاومي فضولك هذا، اوكي؟ نحن ما دخلنا بأي معلومات عنهم. شوفي حبيبتي، أهم شي بشغلنا إنه ما دخلنا بحدا. نحن منفوت على بيوت الناس ولا بيوت أسرار. عم تفهمي علي حبيبتي؟ كيفك لما؟ اهلين استاذ. اجت الست رويدا خباز ومعها رجال ومرأة. ايف لحقوا بهي السرعة؟ طيب تركوا رقم تليفون؟ لا بس قال بيرجعوا لعندك الساعة 6 المساء. صحيح استاذ، اتصل واحد اسمه جودة المحمود وقال كثير عايزك ضروري، بس تجي مشان تحكي معه. جودة المحمود؟ اوكي. طيب تشرب قهوة؟ والله يا ريت. اهلين استاذ جابر. ما انا شايف انك تاخرت علي شوي. استاذي، انا بدي اعمل وكاله لابن عمي لا مو لا، بالقاهره. في عندي شقه ارض بدي ابيعها بمصر. يمكن الوقت ايه بلحق. انا مكتبك بعرفه، ربع ساعه بكون عندك. خلص مشي، الله معك. معلش فؤاد، مو قدراني اقعد، مو قدراني. لوين بدك تروحي؟ تعال نروح لعند جابر. ليش؟ هيك بدي اشوفه. طيب دقيقة لاتصل فيه. لا 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 لا، شو تتصل فيه؟ بنقول له انه كنا قراب ومرقنا. على عيني، تفضلي. هالناس صايرين مستعجلين. كل واحد بده شغله يصير بسرعة. ايه بس مو معقول هيك، كل الناس مصرصعين على الفاضي. على شغلهم. بيصير الشغل بدون عصبية. بصراحة استاذ، أنا شايفة إنه أنت اللي صاير عصبي. أنا؟ آسفة استاذ، بس أنا هيك شايفة. ايه بجوز صاير ما عم براقب حالي. بجوز من كتر الشغل. ايه بس أنا ما عم بعصب. عم بعصب عليكي شيء؟ لا لا استاذ أبدا، بالعكس. لك منين جايبتي لي هالفكرة؟ قال بصراحة قال. شفت استاذ؟ هلا أنت عصبي. لك مو عصبي، أنا مالي عصبي، بس أنا مستعجل ومشغول. هون الناس ببلادنا ما لهم متعودين على الشغل، ما بعرف شلون عايشين. بس بيشتغلوا. لك لا عم بيشتغلوا ولا شيء، الدنيا هون ماشية على فيض الكريم. طلعي هلا بعز النهار بوقت الشغل، ما بتلاقي غير شباب ورجال معبين القهاوي والشوارع. امتى عم يشتغلوا هدول؟ مرحبا. أهلا استاذ. استنى برا هلا. تفضل ولو، أنا سكرتيرة الأستاذ جابر. اهلا وسهلا. سلامات. تاخرت عليه؟ لا ابدا، اهلا وسهلا. تفضل استاذ. شو المكتب الحلو؟
شو استاذ جابر، بنلحق ولا نأجلها؟ هلا نحن بنعبي الوكالات وبلكي بنلحق نسجلهم ونختمهم. ليش وقفتي؟ ما بعرف، فجأة قلبي انقمط، مالي حابة فوت. ليش؟ ما بعرف، خلص خلينا نروح. بعد ما وصلنا؟ معلش فؤاد، خلينا نروح. حاضر حاضر. بس يا حنان ما بصير هيك انت عم تتعبي حالك وعم تتعبيني. قلقانة يا فؤاد، قلقانة كثير. هلا قعدتي 20 سنة بدونه. بس هلا صرت اقدر اشوفهم ولازم اطمن عليهم. طيب هي جابر جوا. المشكلة مو بجابر هلا، المشكلة انه ليلى حست اني عم اشوف السلسال. يا ترى بتكون انتبهت اني تأثرت وقت شفت القلب اللي بصدرها؟ طيب شو قلنا عم نحكي من امبارح؟ شو؟ هي القصة لازم نخلص منها، صارت كابوس فوق روسنا، لازم نخلص منها. فؤاد، لازم لاقي نبيل بالأول. نبيل مو بالبلد وما رح يرجع. كيف بده يرجع وهو عامل كل هالبلاوي؟ يا سيدي رح يرجع. طيب قولي لي كيف؟ شو اللي مخليكي متأكدة؟ ما بعرف، بس لازم يرجع، ما لازم يضيع حقي، ما لازم أعيش هيك طول عمري. يا ستي ولا أنا رح أقدر أقضي عمري هيك. معقولة ده؟ ما بعرف كيف انشديت له، صرت ما أقدر أقعد دقيقة من غير ما أشوفه. كل ده علشان رفضتيه أول مرة؟ أنا مو بس رفضته، أنا كرهته. وبعدين؟ ما بعرف كيف وقعت فيه، سحرت، بتعرفي، بس أكيد هو ساحر عن جد. يا بنتي ده معقولة بيدخل عقلك الكلام الفاضي ده؟ كنت كأني منومة مغناطيسيا، يعني مشلولة الإرادة مثل ما بيقولوا. اوكي، وبعدين الموضوع خلص ازاي يعني؟ هو صار يتهرب مني، فجأة ما عاد تعرف علي، بس تعذبت كتير لحتى صرت هيك. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني بالأول كنت رح موت بدونه، بعدين رجعت كرهته. وعملتي ايه؟ كرهته. ما فكرتيش تنتقمي منه؟ ليش لحتى انتقم؟ هو ما عمل شي، أنا جد انخدعت فيه. لا، بس كان لازم تاخدي حقك تنتقمي منه. أقول لك، أنا اللي هعرف آخد حقك بجد، أنا اللي هنتقم لك. خلاص هيك بتشيل حالك. خلصنا. على فكرة لحقناها على آخر لحظة. قديش بدك؟ لا مو محرزة. شو الحكي؟ شو محرزة؟ شو فتحت كية أنت؟ لا عن جد مو محرزة، أنا ما رح آخذ منك. طب أستاذ، شو رأيك تشتغل عندي بالشركة وتستلم القسم القانوني؟ والله ما بعرف شو بدي أقول لك، بس يعني طبعا شكرا كثير على ثقتك، بس أنا ما فيني أترك المكتب، هذا المكتب أمانة برقبتي. أخي المكتب ما رح تتركه، بالإضافة لشغلك. أنا بصراحة ما بحب أرتبط بوظيفة. أستاذ جابر، على كل حال هلا لا تجاوبني، بعدين تفضل لوصلك. لا لا لا، المكتب قريب، ما له محرزة. أنت مو رايح على المكتب؟ إيه؟ عندي شوية شغل. خلاص أنا جبتك وأنا بدي وصلك، شرف. شو رأيك تتغدى معي؟ بصراحة أنا معزوم على غدا مع ناس أصحابي، والله ما فيني. أنت كثير عم تخسر ها؟ Everybody's on the table.
ابوكي كيفه؟ كويس، مبسوط منك قوي، وبيقول عليك مسلي جدا. وهو كمان كتير ظريف. انت مش حاسس ان انا مش طايقاك؟ طبعا. كويس قوي. جيت عندي البيت ليه بقى؟ ما دخل، مو في مشاعر؟ مشاعر؟ مو بتكرهيني؟ معناتها في مشاعر، اجيت لعندك على البيت. على فكرة أنا اسمي مايا. اسمك حلو كتير، وخصوصا مع برج الجد. يعني مش هلا؟ هلا اسم ناعم. هلا حكيت لي على كل حاجة. كل حاجة كل حاجة؟ اه. وانتي شو رأيك؟ انت بني آدم مش كويس. مع هلا بس ولا بشكل عام؟ الإنسان ما بيتجزأش. بالعكس، الإنسان مجزأ، غابة عميقة من المجاهل. الناس المعقدة بس هي اللي بتقول كده. الإنسان أعمق من البساطة. والبساطة غاية بيطمحوا لها كل الناس. بالعكس، الإنسان بيحب التعقيد، عادات، تقاليد، صح غلط، هذا كله تعقيد. بس ده كله بره الإنسان، إنما جوه الإنسان بقى طولي بالك، ما في شيء اسمه إنسان مجرد. هي كذبة بكذبوها السياسيين على العالم. وإحنا إيه؟ نحن عماد ومايا، عماد ومايا ومتناغمين كتير. إحنا ما فيش بينا أي تناغم. فهمتيني غلط، أنا عم أقول تناغم مو انسجام، والتناغم بينشأ من التناقض. نغمتين مختلفتين بيعملوا تأثير قوي جدا. بس أنا حاسة إنك إنسان كذاب قوي. كلياتنا كذابين، ما حدا بيقدر يكون على حقيقته. الحقيقة بتتعب صاحبها واللي قدامه. بس بتفضل حقيقة. صحيح. ايوه، شو قيمتها؟ حقيقة. طيب وبعدين؟ يعني إذا الحقيقة مو حلوة، ليش لازم نقبلها؟ طبعا. بالعكس، يلي بيعملوه العالم بالعكس تمام، بيعيشوا كذبات كبيرة وصغيرة وبيرتاحوا فيها. بس أنا مش كده. بعرف، وهذا اللي مخليكي موضع اهتمامي. وهو ده بقى اللي مضايقني. لأنك مختلفة عن الناس؟ لا، إن أنا موضع اهتمامك. شو ليش ما رحتي؟ ما قدرت. أهلا أستاذ حامد. أهلا. كيفك؟ تفضل تفضل ارتاح. أنا لهلا حتى طلعت من الأمن الجنائي. طبيعي إنهم يحققوا بعد ما ثبت إنه في جريمة قتل. بس أنا اللي أصريت على التشريح. ولو كان هن بيعملوا واجبهم. يمسكوها كمان حققوا معه وتركوها. ما في دليل. والسم، أخوك صار له عم ياخذ سم 200 يوم، ومو أي سم، سم موجود بالسوق ومتوفر بشكل طبيعي. بس مين له مصلحة بقتله؟ ما حدا. ايه؟ انتم ما بتستفيدوا من موته، وفادية كمان ما بتستفيد. ما هي فادية عمليا استفادت منه قبل ما يموت. بركي هددها يرجع أملاكه. بس هو ايه؟ كتب لها كل شيء قبل ما يموت بشهر، وعملية قتله بديانة قبل هيك بكتير. فإذا وبهداك الوقت مين كان له مصلحة بموته؟ شو قصدك؟ أنا ما دخلني. الموضوع عند الأمن الجنائي. تراوي يشوفوا أولادي وخاصة أيمن. شغلهم وهن بيعرفوه منيح. هي فادية وحدة شيطانة وبتقدر تبرم راس أكبر رجال. صار له زمان عم يستناني؟ يعني شي ساعة. وانت شو رأيك؟ شو أستاذ؟ ولا بشي. ما في شي. بس هن قالوا لي انكم عاوزيني ضروري. يا اختي انت ما بتفهمي علي، انا قلت لك ما فيني اقرر لحالي، بدي اسال بنتي. اسألها وين هالمحروسة؟ هي عم دقلها على الموبايل. معلش اقعد. كأنه خرج تغطية. قديش عمر هالبركة؟ كبيرة بالجامعة.
الله يخلي لك اياها، ما في غيرها؟ لا. وامها؟ الله يرحمها. العمر إلك ان شاء الله، بس والله صغير على ما تترمل هيك. انت حسين، شو رايك ترجعي المساء؟ انو مسا؟ صرنا العصر. طب اسمعي، تعي بكره الصبح بكير، اكيد مايا بتكون موجوده. اسمها مايا؟ عاشت الاسامي. بس لازم تكوني قبل 8. ليش ما استناها؟ ما بيزبط لانه انا طالع هلا. بظبط لكم البيت لبينما ترجعوا. طيب شرفي هلا روحي وتعي بكره الصبح، ولا اقول لك لا تجي لهون يا ايام، روحي. يوه لا تعصب علي، لسه ما اشتغلت عندك. خاطرك. صرعت مخنا. أنا رأيي إنه نبيع أرض المعمل ونبيع بيت حمص لأنه ما عاد له لزوم أبداً. بتصور بهالشكل بصير عنا رأس مال صغير يمكن نقدر نبتدي فيه مشروع. عمتي أنا ماني مختلف معك، بس لبين ما نبيع شو بدنا نعمل؟ صحيح، يلي عم بيقوله سامي صحيح. ايه بس مهما كان انا برايي انه بهذا الوقت اللي عم تشتغل فيه الرسامين الكبيره ما عاد تزبط معنا المشاريع الصغيره او حتى المتوسطه. يعني شو بنعمل؟ انا برايي انكم تفوتوا من البدايه بمشروع ضخم وكبير كتير، هيك اضمن وامن لكم. انت شو رايك سامي؟ صحيح، بس احنا ما عنا قدره ولو بعنا كل شيء. ايه بسيطه، فوتوا شراكه مع حدا كبير. يلي عم تقوله الست سوزان مزبوط. يا ريت، بس وين هالمشروع؟ يا جماعة انتوا حظكم كتير منيح. أنا من كم يوم تعرفت على شخص بده شركة بمشروع ضخم. هو نفسه اللي أخذته فرجيته على الأرض وما عجبته. يا سلام، وليش ما عجبته؟ هلا هو أول شيء شافها صغيرة وبنفس الوقت تشائم منها. قال إنه الشركة ما رح يتحمسوا يفوتوا بالشغل على أرض كان عليها معمل واحترق.